الحق الفره جت في الارانب، الحق الارانب دي الارانب جالها مرض مش عارف ايه كده وبتموت. انا لقيت الارانب ماتت مره واحده. ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احبائي الكرام، مربي الارانب في كل مكان داخل مصر وخارج مصر، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال. طبعا زي ما بقول لك كل مره في الفيديو، خليك معايا لاخر الفيديو. معلومه ممكن تكون في اخر الفيديو او في نص الفيديو ما تخسرهاش، ما تتفرجش وتجري. اعتبر نفسك ان انت عايز تربي ارانب وعايز تنجح، لازم تتفرج على المحتوى بتاع الارانب وتركز فيه. النهارده فيديو مهم جدا جدا جدا، انا عملته اكتر من مره، بس كل مره بعمله لك علشان تعرف. لو رجعت لتاريخ الفيديو اللي انا كنت عامله هتلاقيه في ميعاد تحصين. يعني انا بنعمل الفيديوهات في مواعيد التحصين بتاعه التحصين، علشان ما حدش يقول مثلا ان احنا بنقول للناس اعملوا حاجه واحنا ما بنعملهاش، او ان احنا شغلنا بننقله للناس، اللي احنا بنعمله بننقله للناس. والنهارده بنحصن بكتير، ده بكتير، تمام. ده تحصين التسمم الدموي البكتيري. بينشط امتى البكتيري؟ بينشط امتى؟ بينشط طبعا في الشتاء، بينشط جدا والدنيا بتبوظ. ده ميعاد التحصين. احنا بنحصن كل 3 شهور، فاحنا بنحصن في ميعادنا علشان الامور تفضل ماشيه زي الفل، ما يحصلناش مشكله. الايام دي الجو برد جدا، في مشاكل كتير. لو انت مش محصن والله بيحصل لك مشاكل كتير. الناس تقول انا اصلا انا مش محصن، انا عمري ما انا محصن، انا طول عمري بربي ارانب من زمان. سيبها. انا بربي ارانب من زمان وعمري ما حصنت، وابويا كان بيربي ارانب وما نعرفش. يا حبيبي ما هو معلش، يعني انا عايزك بس تصبر عليا في الفيديو ده شويه. الناس اللي بتقول ابويا كان بيربي ارانب قبل كده وعمره ما حصن، انا والله كنا راميينهم على الارض والدنيا ماشيه وعمرنا ما حصلنا. طيب تمام، كل الكلام ده على راسي، بس برضو كان ايام زمان يقول لك الحق الفره جت في الارانب، الحق الارانب دي الارانب جالها مرض مش عارف ايه كده وبتموت. انا لقيت الارانب ماتت مره واحده، اصل حد دخل عليهم. انا قاعد بقالي ارانب بعد ما حلوت وزادت، حد دخل عليهم ماتوا، وماتوا كلهم. مفيش حاجه اسمها ماتوا كلهم، اللي بيموت كله وبيموت كتير لازم ده يبقى وباء. الوباء هو اللي بيموت الحاجه، بيموت اعداء، مش مرض. يعني مش نتاع عندها برد وماتت يبقى انا عندي مش. لا، لما يبقى في نتيان في احسن حالاتها وكويسه وبين يوم وليله تروح، ده يبقى وباء، يبقى مرض، يبقى في انتشار، يبقى في عدوى، يبقى مشكله كبيره. تقوم انت عايز ايه؟ طيب تقوم انت عامل ايه بقى؟ تعرف ان ده وباء، دي مشكله كبيره. هم زمان ما كانوا بيقولوا على بيسموه بقى الفره جات لهم، الهيه اشتغلت فيهم، الحق اذبح بالسكينه، ده الارانب بتموت، اصل اتدخل عليهم فلان فكلهم ماتوا فبيموتوا، الحق اذبح. ما كانش فيه مسمى علمي، ما كانش مستني عارف ده ايه وبيربي ارنب وخلاص. ما كانش عنده علف بسعر كذا وارنب شريب كذا وبطاريه بكذا وبيصرف دواء كذا وبيعمل كذا. علشان ايه؟ كان بيرمي لهم الاكل اللي فايض من البيت، شويه الخس شويه وبيرمي وخلاص. فين وفين لما يقول لك انا رحت النهارده جبت لهم كيلو علف. انا بكلمك على التربيه بتاع زمان، والناس اللي بتقول انا طول عمري ما حصنتش. طيب حتى المستحدث واللي عنده بطاريات وجاب ارانب وبتاعه بيقول لك انا عمري ما حصنت، وطالما انا ما دخلتش التحصين مزرعتي يبقى ما فيش عندي مشكله. طيب يا حبيبي، البكتيريا دي اصلا بتنشأ في المكان، ما هي بتبقى مشاكل متراكمه في المكان وبتنشأ في المكان من قلب مكان. طب انت مفكر يعني ان هو عشان ما دخلتش حاجه من بره مبقاش عندك امراض بكتيريه؟ عندك امراض بكتيريه بتبقى موجوده في قلب المكان ده، حتى لو 60 بتنظف وبتعمل ايه ومهتم وكل حاجه. يبقى الناس اللي على دماغنا من فوق، والناس اللي كتر خيرهم من فوق، اللي عملوا ابحاث وشافهم لما الارانب حصل لها المشكله دي، وقعدت ابحاث ودنيا ودكاتره وناس تشتغل وتعمل ابحاث عشان عرف ان المرض ده اسمه كذا والتحصين منه والوقايه منه كذا. الناس دي نضرب لها تعظيم سلام، والناس دي فوق راسنا، لانه عملوا لك
العلم وعملوا لك التحصين عشان انت ما عادش يحصل لك اللي كان بيحصل لك قبل كده. نرجع تاني للنقطه بتاعت ان انت مربي وعندك بطاريات وارانب وبتقول عمري ما انا مدخل التحصين، وطالما ما دخلتوش مش هيحصل لك حاجه. اقول لك ان انت ممكن تقعد سنه واثنين وثلاثه وشغال زي الفل ويقوم جاي لك المرض. مجهود ال3 سنين اللي انت قعدت تشتغل فيهم في الارانب راح. بتمسح المزرعه، وساعه ما المرض بيجي تيجي تكلم الدكاتره يا جماعه انا عندي كذا، وتروح تشرح يقول لك ممنوع تحصن. يعني انت عندك المرض فممنوع تحصن. طيب اعمل ايه؟ استنى بقى ما نشوف ايه اللي هيروح وايه اللي هيجي. احنا هنرفع مناعه، نحط كذا في الميه، نعمل كذا، وما عدتش عارف تتدخل باي حاجه. ترجع ساعتها انت اللي بتندم وانت اللي بتزعل. طب انا لو محصن وحصل لي مشكله ممكن يروح مني ارنب 2 3 كده. انما لو مش محصن وحصل لي المشكله بتاخد ارانب كتير جدا والدنيا بتبوظ. وصدقني واللي حصل عنده الحاجه قبل كده هيقول لك اه والله يا عم محمد انت عندك حق. صدقني ما بياخدش وما بيجيش الا في احسن ارانب وفي احسن حاله وفي احسن صحه. بتلاقي الارانب دي انت مش عارف ايه اللي حصل لها وايه اللي راح وايه اللي اجى، والدنيا بتبوظ معاك على الاخر. تمام؟ انت كده اللي عملت كده في نفسك. يبقى بدل ما مجهودك يضيع وبدل ما الدنيا دي كلها هتروح في الفاضي، يبقى احنا نحصن ونعمل اللي علينا وناخد بالاسباب، وكله على الله. احنا بناخد بالاسباب، ودول اهل العلم اللي عملوا لنا الكلام ده. وفعلا لما بنحصن وبقول لك نضرب لهم تعظيم سلام الامور بتعدي معانا كويسه، لان الناس دي خدمونا خدمه كبيره جدا. اللي عمل لنا التحصينات دي ناس خدمتنا خدمه كبيره جدا عشان كل واحد يقدر يكمل في المشروع. فالمشروع مش عملي وبس، مش ان انت شاطر وبس، لا ابدا، برضه في علم. زي ما بقول لك في الفيديوهات ارجع لاهل العلم. خلي بالك من غير علم برضه انت مش هتبقى كويس. يعني مش كل واحد يطلع لي بكلمتين كده اصل انا بنظف كويس، اصل انا عندي شفاط التهويه زي الفل يا حبيبي ده لما بيجي ده ما بيشافش بالعين، وما انتش عارف بيجي امتى ولا عارف بيجي ازاي، وهتيجي تبص تلاقي نفسك بين يوم وليله ضعت. والله العظيم انا في سنه من السنين قبل ما اجي المزرعه دي، وكان عندي مزرعه كده على قدي والدنيا ماشيه زي الفل وكنت بحصن. وجيت لما نقلت المزرعه ديتي وجبت ارانب جديده وبتاع ما حصنتش، او بصراحه كسلت. يعني قلت عادي، ما العدد قليل والدنيا ماشيه. والله العظيم انا من كتر التعب النفسي اللي حصل لي بقيت اقول لابني روح شوف ايه اللي مات النهارده، روح افحر وادفن. اللي مات النهارده روح افحر وادفن. انا مش عارف ايه. ما انا كل يوم بروح الاقي انتايه عشر تسقط. اللي بتسقط اللي بتطرح اللي فيها كانت بتعدي تيجي معايا شويه. اللي بتولد ولاده تمام وكده الاقيها ماتت وسابت عيالها. انقل العيال دول تحت ارنب تاني الاقيها الثانيه ماتت. فتعقدت وكانت نفسيه تعبانه جدا. فبقيت ما بقتش راضي اروح المزرعه. ليه؟ عشان تعبي. وقعدت 2 3 سنين. يعني كانت الارانب والله انا كان بيجي لي ناس من كل الدنيا، وكان عندي سلاله كويسه جدا والناس بتجي لي من كل الدنيا. يعني تخيل مجهود ال3 سنين راح مني في الفاضي. ومن يومها انا ما بفارقش التحصين خالص، بحصن وماشي ماليش دعوه باي حاجه. ناس كتير النهارده بيجي لها كوستريديا مثلا ومشاكل وكلام من ده في الشهرين الشتاء اللي هم الجامدين دول. في تحصين ولقاح للنفاق وفي للكوستريديا. طب انا ما احصنش ليه؟ طب انا ما اشكرش الناس اللي عملت لي الحاجه دي ليه واحصن ليه؟ خليني اعدي والامور تبقى ماشيه والمشروع يكمل. هو تربيه الارانب بالصدر بالعافيه؟ لا مش بالعافيه والله. هو عشان حضرتك عندك فكره انا فكرتي كده خلاص؟ لا خلي بالك، ما حدش يهزر ويقول ايه لا انا ما حصنتش. واوعى تستقل مثلا عندك 10 200 وكده ودكارين تقول هم ايه يعني ده 10 200 ودكارين هروح اجيب لهم ازازه بكذا. لا اشترك مع واحد تاني وهات ازازه علشان برضه الدنيا تعدي عليك.
انا قلت اما اقول الكلام ده عن التحصين واعمل الفيديو واحنا شايفنا شغالين في التحصين اهو، واحنا شغالين فيه، انما احنا ما بنقولش حاجه ابدا لحد الا لما بنكون عملناها ولقينا نتيجتها كويسه وامورها تمام. بنقصر عليك المشوار، بنقصر عليك المسافه علشان الامور تبقى ماشيه معاك كويس. تحياتي لكل الناس، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ابدا ان انت تشارك الفيديو للناس، بالذات الفيديو ده لله، شاركوا للناس اللي بتربي ارانب عشان يعرفوا، واللي ما عندوش المعلومه بالتحصين يعرفها. ومعلش برضه هطول عليك شويه، انا هقول لك المعلومه. انت لما بتيجي تحصن التحصين ده اسمه تسمم دموي بكتيري، بتحصن كل 3 شهور، بتحصن 2 سم تحت الجلد فوق الرقبه، تمام؟ علشان تبقى عارف قبل ما بحصن بحط 3 ايام رافع مناعه في الميه، وبعد التحصين بحط 3 ايام رافع مناعه في الميه. وانا بحصن مكاني برشه قبل ما احصن، يعني انا قبل ما اتدخل كده وداخل الارانب برش المكان يود، علشان برضو احافظ لو نقطه من دي وقعت مني على الارض او حاجه برضو، تمام؟ في حاجه اسمها فاركون اس برضو، بس هي غاليه شويه برضو، ما بيجيبهاش الا المزارع الكبيره يعني، برضو برشها على الارض. المكتب ده واحنا شغالين اتعمل يود عشان الامور برضو تعدي معانا بسلام. بحصن مزرعتي والسلام عليكم، بطلع من باب المزرعه واروح على طول، واروح طبعا اخد الاجراءات بتاعتي، اشطف واغير هدومي واسيب هدومي تتغسل عشان لما اجي المزرعه تاني برضه ابقى امن. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنروح لناس، اما نخش عند ناس نبقى امنين عليهم، الامور تبقى ماشيه معاهم زي الفل. حبيت اديك المعلومه عن التحصين، تبقى عارف يعني ايه بكتيري، ده تسمم دموي بكتيري، تبقى عارف عنه كل حاجه. تحياتي للجميع، يا رب دايما من نجاح لنجاح وتبقوا في افضل حال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.